السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في درس جديد من كورس الكلمات، ولسه مستمرين مع بعض في ليفل B2، المستوى الرابع B2. لو أنت مهتم بدراسة الإنجليش فوكابلري في مستويات متقدمة Advanced Levels، لو أنت مهتم بدراسة الآيلتس أو التوفل، يبقى لازم تتابع الكورس ده. إن شاء الله النهاردة بنتعرف على مجموعة من الكلمات. زي ما تعودنا بنتعلم النطق الصحيح للكلمة، بناخد definition تعريف للكلمة دي، وكمان examples أمثلة بتوضح لنا إزاي نستخدم الكلمة دي في جملة. يلا بينا نبدأ بكلمة dawn. dawn يعني الفجر. The early morning when light first appear in the sky. The early morning when light first appears in the sky. يعني الصباح الباكر عندما يظهر الضوء لأول مرة في السماء، ده معنى dawn. We woke at dawn. We woke at dawn. استيقظنا عند الفجر. بعد كده معانا birth. birth. birth يعني ميلاد أو تلد. ميلاد أو تلد. When a woman or an animal gives birth, she produces a baby from her body. يعني عندما تلد المرأة أو الحيوان فإنها تنتج طفلا من جسدها، ده معنى birth. لما نقول she gave birth to twins. she gave birth to twins. أنجبت توأمان. خد بالك هنا كمان بناخد give قبل birth فنقول give birth. بعد كده معانا كلمة capacity. capacity يعني سعة، استيعاب أو مقدرة. دي معاني ل capacity. capacity لها معانا هنا معنيين مهمين جدا. الأول بتيجي بمعنى amount يعني كمية، والمعنى الثاني بمعنى ability يعني قدرة. عايزين نتعرف على معنى كل واحد من المعنيين دول. الأول لما بتيجي بمعنى amount كمية، the largest amount or number that a container or a building can hold. يعني أكبر كمية أو رقم يمكن أن تحتويه حاوية أو مبنى. المبنى ده أو الحاوية دي تقدر تشيل قد إيه؟ إيه مدى السعة بتاعة الحاجة دي؟ يعني لما أقول the new stadium has a seating capacity of 50,000. The new stadium has a seating capacity of 50,000. الملعب الجديد يتسع لي 50,000 متفرج. هنا الكمية أو عدد الأشخاص اللي يسعوا هذا المكان، ولكن بمعنى ability يعني قدرة. the ability to do, experience or understand something. القدرة على القيام بشيء ما أو تجربته أو فهمه. هقدر أعمل الحاجة دي أو أجرب الحاجة دي أو أفهم الحاجة دي. She has a great capacity for hard work. She has a great capacity for hard work. لديها قدرة كبيرة على العمل الجاد. فهنا capacity بمعنى القدرة. نيجي بعد كده ل bizarre. bizarre يعني عجيب، غريب. very strange and unusual. غريب جدا وغير معتاد، حاجة غريبة. things are sometimes quite bizarre. aren't they? things are sometimes quite bizarre. aren't they? في بعض الأحيان تكون الأمور غريبة جدا، أليس كذلك؟ فبيزار يعني غريب. نيجي بعد كده ل captain. captain يعني قبطان. the person in charge of a ship or an aircraft. الشخص المسؤول عن السفينة أو الطائرة بنسميه captain. at his third attempt the captain succeeded in landing the plane on the airstrip. At his third attempt, the captain succeeded in landing the plane on the airstrip. في محاولته الثالثة نجح القبطان في هبوط الطائرة على مهبط الطائرات. فكابتن
في السفينة أو الطائرة. نيجي بعد كده لكلمة day. طبعا احنا عارفين ان day يعني يوم، ولكن معانا هنا التعبير المهم ده وهو in those days. in those days يعني في ذلك الوقت أو في تلك الأيام. used to talk about a period in the past. used to talk about a period in the past للحديث عن فترة زمنية في الماضي. لما نقول in those days boys used to wear short trousers. in those days boys used to wear short trousers. في ذلك الوقت اعتاد الأولاد على لبس السراويل القصيرة. فهنا in those days يعني فترة زمنية في الماضي. كده النهاردة اتعلمنا مجموعة من الكلمات، ازاي ننطق الكلمة بشكل سليم، التعريف بتاع كل كلمة، وده ما شفنا مع بعض ان في كلمة لها اكتر من معنى. اتعرفنا على الديفينيشن، التعريف بتاع كل معنى من الحاجات دي، وكل معنى بتعريف ومثال منفصل عن المعاني التانية. يا رب تكون الحلقة عجبتنا، وإن شاء الله استنونا في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.